بتدور على ارخص موبايل من سامسونج؟ انا جبت لك النهارده موبايل تحت 5000 جنيه من سامسونج، ويعتبر احسن موبايل للجيمنج تحت 5000 جنيه. يعني وسهلا بيكم لوجو التكنولوجيا، والنهارده معانا الاي 07 والاي 17 من سامسونج. موبايلات يا جماعه سعرها يعتبر اقل فئه من سامسونج حاليا موجوده في السوق، 4800 جنيه، 7400 جنيه النسخه ال 64، النسخه ال 428. النهارده هنتكلم عن التحديثات اللي حصلت في الموبايلين دول ضد الجيل السابق بتاعهم الاي 06 والاي 16، وكمان هنتكلم عن المنافسه الحاليه للموبايلات دي في السوق، ايه اللي بيميز كل واحد فيهم في حتت معينه في السوق. فمن غير اي كلام كتير خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول، لان الفيديو ده هيكون ان شاء الله كده بيساعد ناس كتير. فلو ساعدك الفيديو اتاكد انك تعمل لايك المتين، تنزل في كومنت كده تقول لي ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في الموبايلات، وهل انت شايف في منافس حقيقي موجود ليهم في السوق احسن منهم في الحاجات اللي انا قلتها. وخلينا نتكلم سوا في الكومنتات. نبدا كلام على التصميم وتصميمات الموبايلات. البادجت مؤخرا بدات تحلو شويه، كانت وحشه جدا وخاماتها وحشه جدا. الخامات ما زالت بلاستيك فريم، بلاستيك ظهر، بلاستيك فريم، ظهر مصنوع من الجلاس فايبر. هو ازاز ولكن احساسه مش ازاز قوي، مش ازاز بريميوم. الموبايلين بيبصموا تبصيمات خفيفه، السنه دي لا، يعني بصمات انت ما بتشوفهاش تقريبا. الاي 17 شاشته محميه بكورنينج جوريلا جلاس فيكتس، رقم حلو. الاي 07 بالتمبرد جلاس 2، او اللي هو بما يعادل كورنينج جوريلا جلاس 5 الجيل الخامس. الاي 17 ما فيهوش مدخل 3.5 ملم، الاي 07 فيه مدخل ال 3.5 السماعات، ولكن كده انت ممكن تركب دونجل وتعمل. والموبايلين فيهم مونو سبيكرز، ما فيهمش ستيريو، مفيش سماعات ستيريو فوق، هم سماعتين تحت بس. خلينا نروح على طول كده الاداء. والاداء بتاع الموبايلين دول بيلعبوا ببجي على اتش دي ار والترا، يعني انت بتتكلم على نفس المعالج، بتتكلم على الهيليو جي 90، ده يعتبر ابجريد محترم جدا جدا للاي 07، لان هو كان بيجي بالهيليو جي 85 معالج كان 12 نانومتر، تحول الى معالج 6 نانومتر، يعني نص السخونه بتاعت الموبايل هتقل بسبب بس المعالج. يعني هو لو ما طوروش اي حاجه بس غيروا بس المعالج نص السخونه. الاي 17 ما طوروش المعالج، هو نفس المعالج بتاع السنه اللي فاتت، فده يعتبر ميزه الصراحه مميزه جدا للاي 07 عن حتى المنافسه الموجوده في السوق. ده يعتبر من وجهه نظري من احلى الموبايلات الجيمنج الرخيصه اللي انت ممكن تجيبها. وخليني اقول جيمنج فئه اقتصاديه، جيمنج تحت 5000 جنيه، يعني مش جيمنج اتش دي ار اكستريم بقى واكستريم وجرافيكس رهيبه، لا، هو انت اتش دي ار اكستريم بتاخد شويه فريم ريتس حلوه، بتاخد شويه جرافيكس بسيط، عندك امكانيه تركيب ميموري كارد اضافيه اس دي كارد غير الميموري اللي انت ممكن تشتريها مع الموبايل. وعلما ان الموبايل ده بيبدا من 4 جيجا بايت رامات و64 جيجا ستورج، ده بيبدا من 4 جيجا بايت رامات و128 جيجا ستورج، ولكن في اختلاف في موضوع الشريحه. درج الشريحه في الاي 07 عندك 3 حاجات، عندك مكانين سيم كارد وعندك اس دي كارد، الثلاثه مع بعض. الاي 17 عندك اس دي كارد وشريحه واحده، فانت في الاي 17 هتختار يا اما تركب شريحتين يا اما تركب واحده وواحده. هنا عندك 3 حاجات. وهنتكلم عن الاستورج والاسعار في اخر الفيديو، لكن خلينا نكمل كلامنا كده دلوقتي ونتكلم عن حاجه مميزه قوي، الشاشه. هي الشاشه هنا مش مميزه الصراحه، ولكن هي مميزه زي السنه اللي فاتت بالظبط في الاي 17. انت بتتكلم عن شاشه هنا ال سي دي اتش دي بلس عاديه، يعني شاشه بسطوعها معقول، يعني كواليتي كده، ريزولوشن يمشي الدنيا، مش الحاجه اللي انت بتاخدها من اسم سامسونج. اسم سامسونج الصراحه هنا انت بتتكلم في الاي 17 نفس شاشه الاي 16 اللي ما زالت واحده من احسن الشاشات الموجوده في السوق. يعني صعب قوي لما تكون شركه معليه على السوق لمده سنتين متواصل، ده حاصل هنا. شاشه فول اتش دي بلس سوبر اموليد في سعر بادجت جدا، يعني مفيش منافسه. يعني احنا لسه عاملين ريل للمنافسين، مش عايزين نقول اسمائهم عشان ما نكونش بنكسرهم دلوقتي في الفيديو، بس حرفيا مفيش منافسه في الشاشه فعلا في الاي 17. هو اللي انا ممكن اقوله الصراحه، تصميم الشاشه ما زال قديم. تصميم الشاشه اليو دي نازله جامد قوي، وكمان الحوافل اللي تحت كبيره، يعني دي حاجه اللي يعني ما ينفعش تكون موجوده هنا. يعني كانت موجوده السنه اللي فاتت وقلنا نعديها عشان هي احسن شاشه في السوق، هي ما زالت احسن شاشه في السوق، بس ظبطوها بقى. بس عارف ايه اللي اتظبط؟ كاميرات الموبايل ده الصراحه كاميرات مبهره، لان هي دلوقتي بقى فيها اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، تثبيت بصري حقيقي موجود في الكاميرا المين ال 50 ميجا بكسل. وعلما ان الموبايل ده بيجي بكاميرا الترا وايد وكاميرا اماميه 13 ميجا بكسل، بالاضافه كاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو، يعني مش هتستخدمها قوي. يعني الاي 07 الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل ما فيهاش او اي اس، والكاميرا الثانيه دي كاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو، والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل. طيب الفيديوهات من كل الكاميرات دي ايا كانت الكاميرا ايه، هو اخره فول اتش دي 60 فريم في الثانيه. كواليتي الفيديو من فرونت كاميرا، دي تجربه الفيديو الفول اتش دي من فرونت كاميرا بتاعت الاي 17. التثبيت لذيذ والكواليتي مش وحشه خالص على فكره على اي 17، ولكن كانت تشوف 4K، ده فول اتش دي.
خلينا بقى نقلب للاي 07. بحس ان الكواليتي الفيديو اقل سنه شويه، الالوان مش مشبعه، ممكن ده عشان الشاشه اللي انا بشوفها، بس الكواليتي مش وحشه، التثبيت مش وحش، ولكن ممكن يكون اقل شويه في الالوان. زي ما انتم كنتوا واخدين بالكم، الفيديوهات تحس الوانها مشبعه اكتر في الكاميرا السيلفي بتاعه الاي 17، ولكن الصور عامه الكواليتي بتاعتها يعني انت لو عايز كاميرا فعلا احسن هتحب ان انت تابجريد اكتر للاي 17. وتجربه كاميرات عامه احلى بسبب الوايد انجل، الميجا بكسلز الاعلى، التثبيت البصري الصراحه ممتاز. كان نفسي اشوف 4K خصوصا في الاي 17. انا عارف ان انا بطلب حاجات كتير على فئه السعر دي، ولكن هو نفس البروسيسور السنه اللي فاتت، لو كان عمل ابجريد للبروسيسور كان ممكن نشوف ده، بس ده ما حصلش. البطاريات هنا بطاريات يعني عاديه ولا مميزه جدا، السوق فيه حاجات اكبر وفي حاجات شحن اسرع. هنا انت بتتكلم عن 5000 ملي امبير وشاحن 25 واط، والشاحن ما بيجيش جوه العلبه. دي نقطة يعني المفروض تاخد بالك منها، ولكن في نفس الوقت خليني اقول لك كده يعني سر كده على جنب، تعالى كده بس عشان محدش يسمعنا، تعالى. سامسونج بتعمل عرض على الموبايلات دي على طول الوقت، لو اشتريته بتاخد معاه الشاحن هديه. فانت لو لقيت الموبايلات دي من غير شاحن دور شويه، دور كده هتلاقي مثلا على ويب سايت سامسونج في حاجه، في بعض المحلات هتلاقي في عرض، في البري اوردر هتلاقي في شاحن، يعني لو نخورت كده هتلاقي في شاحن هديه بيجي مع الموبايلات. ما لقيتوش خالص انزل هات لك اي شاحن، هتلاقيه برده في نفس يعني 300 جنيه 400 جنيه، بس لو عايز توفرهم كده دور كويس. اكتر حاجه مميزه في الموبايلين دول خصوصا في الاي 07 دي حاجه احترمتها جدا 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 في سامسونج، واول ما وانا بكتب السكريبت كده جات لي المعلومه دي قلت ايه ده؟ هي السوفت وير ابديتس. موبايل تحت 5000 جنيه سوبر بادجت، اقل موبايل تقريبا عن سامسونج، انت بتتكلم عن تحديثات 6 سنين اندرويد ابديتس لحد 2031 الموبايل ده هيجي له ابديتس. دي حاجه محترمه جدا 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 على اي موبايل في السوق، علما ان هو السنه اللي فاتت الاي 06 كان سنتين ابديتس و4 سنين سكيورتي، السنه دي 6 و6. الاي 07 الناحيه الثانيه انت بتتكلم عن 6 و6، وده يعتبر نفس السنه اللي فاتت بالظبط وما زال حاجه كويسه يعني. بس الحلو بقى في السوفت وير هنا في اي 07 زياده هي الجالكسي اي اي فيتشرز. انا الحاجات دي شفناها في الاس من سنتين، دلوقتي بقت موجوده في الاي 17. دي حاجات حلوه، سيركل تو سيرش شغال، جيميناي شغال، اللايف الجيميناي اللي انت تشغل فيديو وتقعد توري له حاجات تقول له ايه ده شغال. فيتشرز محترمه، فيتشرز غاليه يعني انا مش متوقع انها تنزل هنا، موجوده هنا. تعالوا نتكلم عن الاسعار بقى كده، نلخص الكلام ده في الفيديو. زي ما قلنا هنا الاي 07 بيبدا من 464 سعره 4800 جنيه النسخه دي، علما السعر ده في مصر يعتبر احسن كمان من السوق الاماراتي. 428 5700 و 628 ب 6300 جنيه. الاي 07 428 بيبدا من 7400، 628 8200 و 8256 ب 9800 جنيه. انا عارف ان الفرق بينط نطات جامده شويه، انا متاكد نسخه 8 رام هتفرق معاك اكتر. انا عامه يا جماعه النسخه اللي انا بجربها هنا في الفيديو هي النسخ ال4 رام فقط، سواء في ده او في ده، والكلام اللي انا بقوله على الاداء والحاجات دي هتبقى حلو. انا بس يعني ميال اكتر لو انت خلاص يعني الموبايل ده عايز تجيبه باقل سعر ومش عايز تزود جنيه، هات الاس 07 بال 428، اقدم لك اداء لذيذ، جيمنج حلو، هتحط له ميموري كارد لو عايز، وعندك شريحتين، موبايل لذيذ، ما عندكش اسم على فكره في الموبايلين دول. بس لو عايز تدلع نفسك شويه هات لك النسخه 628 من الاي 17. ده الموبايل اللي هيديك كاميرات احلى، شاشه حلوه جدا، والرامات الزياده ال 2 جيجا دول هيفرقوا معاك. سامسونج هنا يا جماعه ما عندهاش فكره الاكسترا رام عن طريق الميموري، اللي هي يقول لك 6 زائد 6 ويبيع لك موبايل 12 جيجا بايت رامات ب 2000 جنيه. في بعض الاحيان كده بحسه اللي هو ضحك شويه، انت لو ما ركزتش ممكن ما تاخدش بالك، فبحترم فكره اللي انت الرامات دي هي دي الحقيقيه، وهات لك نسخه الستة لو عايز تحصل على اداء احسن اكتر. وبس كده، دي كانت الريفيو بتاعت الاي 07 والاي 17. لو عجبك الفيديو اتاكد انك تخبطنا زرار اللايك المتين، وقول لنا رايك في الكومنتات، واهم حاجه لازم زرار اللايك. انتوا ما بتشوفوش مين بيعمل لايك ومين ما بيعملش لايك، بس انا كده بعرف من خلال الاناليتكس بتاعت يوتيوب مين عجبه الفيديو مين لا، فده بيفرق معايا. شكرا لك شفت الفيديو، اشوفكم.